يمكن ده هيبقى واحد من أكتر الفيديوز المعقدة اللي أنا عملتها، فلو حسيت إن أنت مش فاهم it's okay، دي مش مشكلة فيك، ده عشان الكلام فعلا معقد. خلوني أصدمكم من البداية إننا لحد دلوقتي مش واعيين بشكل كامل إزاي الوعي ده بيتكون، أو إيه هو أصلا الوعي بشكل حقيقي، وإيه هو الجانب اللاواعي. مش فاهمين قوي إيه هو ده، بس قادرين نشوف تمثيلات الوعي وتمثيلات اللاوعي في المواقف الحياتية اللي احنا بنعدي بيها. خلونا نبدأ بالكونشسنس أو الوعي. والكونشسنس هو الظاهرة اللي احنا فيها بنبقى قادرين نستقبل ونشوف العالم الخارجي، ونبقى على تواصل بيننا وبين الحاجات اللي بتحصل حوالينا. طبعا تعريف عام جدا، بس لما نتكلم على مدار الفيديو ممكن ده يبقى اوضح شويه. تاني حاجه البري كونشس او السب كونشس، ودي الحاجات اللي احنا في بعض الاحيان بنخلط ما بينها وما بين الانكونشس. زي مثلا لو انا اتعودت اعمل حاجه معينه، فانا مش بحتاج attention او مش بحتاج تركيز او انتباه عالي، بعملها بشكل اوتوماتيك. احيانا بنقول على ده unconscious او لا واعي، في حين ان ده هو subconscious، المرحله اللي بين الكونشس والانكونشس. انت واعي ولكن انت مش محتاج تركيز كبير قوي يبقى موجود في اللحظه الحاليه. امثله على ده زي العادات اللي احنا بنعملها والحاجات اللي احنا متعودين نعملها. زي مثلا لو انت بتسوق، فانت خلاص بشكل subconscious انت متعود تعمل حركات معينة. لو انت في البيت مثلا ممكن تلاقي نفسك رايح بتفتح التلاجة بشكل سبكونشس، انت عارف ايه اللي موجود فيها بس انت بتروح تفتحها تاني. حاجات كأنك بتعملها بشكل اوتوماتيك، بشكل تلقائي، بس برضه ما تقدرش تقول ان هي انكونشس او ان هي لا واعية. انت واعي وانت بتعملها، بس الاتنشن او الانتباه بتاعك مش موجود في العمليه دي. تالت حاجه وهي الانكونشس. الانكونشس اقدر اقول ان احنا ما عندناش اكسس عليه، ما نعرفش ايه هو الانكونشس، بس بنشوف التمثيلات بتاعت الانكونشس، بنشوف السيمبتومز بتاعت الانكونشس في حاجات شبه السيلف ديفense ميكانيزم او اليات الدفاع النفسي، زي الدينايل او الانكار. لما حد يقول لك انت عملت كذا، تلاقي نفسك اوتوماتيكلي لا انا ما عملتش كذا، انت ما لحقتش تفكر، وده ما كانش حتى موجود في السبكونشس بتاعك، ولكنه كانه اوتوماتيك ريسبونس طلع منك بشكل تلقائي، وهنا ده unconscious. وبما اننا بنتكلم عن الانكونشس او عن اللاواعي، فما ينفعش ما منشنش سيجموند فرويد. سيجموند فرويد هو عالم نفس ويعتبر الشخص المؤسس للسايكو اناليسيس او التحليل النفسي، وهو اول من حط السيستم بتاع الانكونشس. يعني اول حد بدا ينفنت او يخترع الكونسبت بتاع الانكونشس. ممكن يبقى في ناس قبل فرويد قالوا كلمة unconscious، قالوا كلمة لا واعي مثلا، بس فرويد بدأ كأنه يحلل ويفسر ايه هو الانكونشس ده. في عام 1925 فرويد كتب مقالة اسمها A Note Upon Domestic Writing Pad، أو ملاحظة على آلة الكتابة الغامضة. طبعا دي ترجمة جوجل ترانسليت، بس هشرح لكم ده معناه ايه. بس قبل ما اعمل ده مهم اقول ان فرويد كتب الإيساي دي او المقالة دي في 1925، بمعنى ان حوالي 15 سنة قبل ما فرويد يموت مثلا. يعني فرويد مات في 1939. الإيساي دي يعتبر من آخر الحاجات اللي كتبها سيجموند فرويد، وتقريبا اتنشرت بعد ما سيجموند فرويد مات. المقالة دي فرويد يعتبر بيحاول يشرح فيها الوعي واللاوعي بشكل ذكي قوي، وتعمدت ان انا اقول بيشرح فيها لان هو فعلا بيخلق ديستنكشن او تمييز واضح جدا وعصري جدا عن الوعي وعن اللاوعي. فرويد بدأ المقالة دي بان هو بيتكلم عن domestic writing pad. الماستيك writing pad ببساطة كانت آلة كتابة، حاجة شبه البورد كده أو شبه الآيباد، كان بيتكتب عليها الكلام، وبعد شوية وقت الكلام ده كان بيتمسح، كان بيروح لوحده، ولكن كان بيفضل inscriptions أو النحت بتاع الكلام ده كان بيفضل موجود على الباد أو على آلة الكتابة دي. في المثال استخدمه فرويد ما كانش بس بيحاول يشرح الفرق بين الكونشس والانكونشس، ولكن كان بيحاول يشرح آلية عمل الكونشس والانكونشس. ففرويد كان بيشرح إن مثلا الكتابة اللي احنا بنعملها على الباد دي هو ده الكونشس، ولكن لما الكتابة دي تروح، الانسكريبشن بتاعها او النحت بتاعها هو اللي بيفضل موجود في الانكونشس. فمثلا لو انا عديت بموقف، انا ببقى واعي بايه اللي بيحصل معايا في الموقف ده، ولكن بيعدي، فالكونشس بتاعي او الوعي بتاعي بالموقف ده بيروح لان الموقف ده عدى، ولكن الانسكريبشنز او تاثير الموقف ده عليا بيفضل موجود في الانكونشس. مش بس كده، فرويد وهو بيحاول يوصف الانكونشسنس قال حاجه فيري انترستنج وكريتيكال قوي، وهي ان الكونشسنس هو عباره عن فليكرز او ومضات. يعني مثلا اللحظة اللي القلم بيلمس فيها الايباد، هنا نقطة التلامس دي
هو هنا فيها الكونشسنس او الوعي، بمعنى ان الوعي بتاعنا هي مش ستريم، هو مش تيار، هو عباره عن فليكرز، عباره عن ومضات. انا ببقى واعي بلحظه لحظه لحظه لحظه، وده اللي بيخلق التايم، ده اللي بيخلق الزمن. الفرق بين اللحظات دي والفرق ما بين الوعي واللاوعي هو ده اللي بيخلق الإلوجن او الاحساس بالوقت. ودي معلومه مهمه قوي عشان بتسلم للمعلومه التانية عن الانكونشس، ان الانكونشس تايمليس، ما فيهوش زمن. عشان كده بتلاقي مثلا ان في بعض الاحلام اللي انت بتحلمها، بتحلم بفتره مثلا معينه في الطفوله بتاعتك انت ما كنتش متخيل اصلا ان انت فاكر الفتره دي، وده علشان ان الوعي بالموقف راح، لكن تأثير الموقف على الانكونشس او على اللاواعي ما راحش، عشان اللاواعي هو تايمليس، هو مفيش زمن بيعدي في الانكونشس. في نفس المقاله اللي فرويد كان بيشرح فيها الانكونشسنس والكونشسنس، زي ما كنت بقول ان هو كان بيتكلم على ان الباد او آلة الكتابه دي هي الانكونشسنس، هو الجانب اللاواعي بتاعنا، والشاشه بتاعه الباد دي هي الكونشسنس، هو الوعي بتاعنا. وقال برضو ان في بروتكتيف لاير او خلينا نقول غلاف بيحمي الشاشه دي، ده البرسبتشوال سيستم او نظام الاستقبال بتاعنا. الحواس بتاعتنا، عينينا اللي بتستقبل مواقف معينه، ودنا اللي بتسمع حاجات معينه، هو ده البرسبتشوال سيستم. فلو اخدتوا بالكم ان احنا في الاول احنا بنستقبل موقف بيحصل، بعد كده بنبقى واعيين بالموقف اللي بيحصل ده، بعد كده تأثير الموقف اللي حصل ده على الانكونشس او على اللاواعي بتاعنا. ده بشكل مبسط تاني، تعالوا نتخيل ان الايباد ده هو الانكونشس، الاوبريتنج سيستم او النظام بتاعه من جوه هو ده الانكونشس، والشاشه بتاعته ده الكونشسنس، ده الوعي، والسكرين اللي انا حاططها من بره عشان تحمي الشاشه دي هي دي البرسبشوال سيستم، هو ده نظام الاستقبال. ليه التقسيمه دي مهمه؟ عشان الثلاثه بيأثروا على بعض. البرسبشوال سيستم نظام الاستقبال بيأثر على الكونشسنس، والاثنين بيأثروا على الانكونشس. مش بس كده، ان في كوميونيكيشن او في تواصل بين الثلاثه دول، والتواصل ده بيأثر على حساسيه استقبال البرسبشوال سيستم ده. تعالوا ناخد مثال عملي عشان الموضوع يبقى واضح. مثلا بعد صدمات معينه او بعد مواقف معينه بتلاقوا ان انتوا بقى في حساسيه زياده للاصوات الخارجيه، بقى في حساسيه زياده لمناظر معينه، او يحصل العكس، ان مثلا الجمل اللي احنا بنسمعها ان حد بيقول ان انا ما بقتش حاسس الحاجات زي الاول، ما بقتش حاسس بطعم الحاجات زي الاول، حتى الاكل اللي انا باكله مش حاسس بطعمه زي الاول. وده بيوضح ازاي الانكونشس بتاعنا ممكن يأثر حتى على البرسبشوال سيستم او على نظام الاستقبال الخارجي بتاعنا. وممكن نفسر ليه ده بيحصل من الاسم اللي انا قلته للبرسبشوال سيستم. انا قلت ان كانه بروتكتيف شيت او بروتكتيف لاير، كانه غطاء حامي. عقلنا الكونشس والانكونشس بيبدا يادجست، بيبدا يعدل نسبه الاستقبال دي بيزد على المواقف اللي عدينا بيها. فمثلا في بعض الصدمات المعينه اللي بتدفع الانكونشس انه يادجست في البرسبشوال سيستم، انه يخليه مثلا اليرت زياده عن اللزوم، انه ملاحظ كل حاجه بتحصل بره. فانا البرسبشوال سيستم بتاعي انا مركز مع كل تفصيله بتحصل، مركز مع رياكشنات الناس اللي حواليا، مركز مع التون، الصوت بتاعت الناس اللي حواليا. ده ما جاش من فراغ، ده جه عشان اوريدي قبل كده كان في انسكريبشن او كان في نحت في الانكونشس بتاعي او في اللاوعي بتاعي من مواقف عدت قبل كده. وفي الحاله دي انا مش ببقى واعي، لان كل ده بادئ من الانكونشس او بادئ من الجانب اللاواعي. عارف ان ده معقد شويه او شويتين، بس ليه بشرح بالتفصيل ده؟ عشان لما نقول كلمه unconscious فعلا انا بقى قادر اشوف العلاقه دي، وقادر افهم ان الانكونشس ده هو عالم فعلا غامض، عالم فعلا مش عارفين بالظبط هو ايه، بس قادرين نشوف تمثيلاته، قادرين نشوف هو بيتحرك ازاي. وهنا ممكن نشوف الانكونشس كانه اوتونوميك سيستم. اوتونوميك سيستم معناه ان هو سيستم شغال بشكل تلقائي لا واعي، بالظبط عامل زي الجهاز الهضمي بتاعنا. لما معدتنا بتهضم الاكل احنا ما بنختارش اننا نهضم الاكل، بس هو الاكل اول ما بيوصل للمعده هي بتشتغل، وانت ما تقدرش تقول لها ما تهضميش الاكل، هي كده كده بتشتغل بشكل اوتونوميك. اجين الفيديو ده انا عارف ان هو صعب معقد مش سهل استيعابه لو اصلا حد فضل مكمل الفيديو للاخر،
بس خلوني افكركم ان انا بتكلم في الفيديو ده عشان الناس بس يبقى عندها وعي بالفرق بين الكونشس والسب كونشس والانكونشس، واننا نزيح شويه فكره لوم الذات، ان كل حاجه احنا بنلوم نفسنا فيها، احنا ليه بنعمل كده، احنا ليه بنحس بالشكل ده، احنا ليه بنتصرف بالشكل ده. لان فعلا في جانب مننا بيكون انكونشس، جانب مننا لا واعي ومش قادرين نوصل له.